يا جماعة أنا اتسرعت والفلوس أعمت عينيا وعايزة أعتذر دلوقتي، ومش قصدي أطلع ترند ولا حاجة، بس الموضوع صعب، واللي بيحصل في أهلنا في غزة لا يمكن السكوت عنه. أنا طلعت وقلت قبل كده لازم نتضامن معاهم ولو بالدعاء، بس ما كنتش أعرف إن الشيطان هيضحك عليا ويخليني أقبل أغني وأرقص وإخواتنا بيموتوا. محمد أنور حس بالذنب وعايز يعتذر، والناس قالت له جاي تعتذر بعد ما خدت الدولارات وحطيتها في البنك يا أنور؟ ما كان من الأول انت عايز تطلع ترند زي محمد سلام؟ طب هو مش عارف مصلحته فين تقوم تعمل زيه وتسحب نفسك والمسرحية فاضل عليها أقل من يومين؟ انت أكيد بتهرج. بعد ما صديق محمد أنور محمد سلام اعتذر عن المشاركة في مسرحية في موسم الرياض وقال لا يمكن أقبل إني أغني وأرقص ولينا أخوات بيعانوا في فلسطين، هبقى بني آدم منافق لو عملت كده، وأولادي هيفتكروا ليا الحركة دي لما يكبروا، ومش بعيد زمايلهم في المدرسة يعايروهم ويقولوا لهم أبوكوا باع القضية وربط الحزام على وسطه وقعد يرقص. محمد أنور حس بالذنب وهو واقف على خشبة المسرح في البروفات الأخيرة قبل العرض اللي هيتم بعد يومين بالظبط، وكان ماسك التليفون بتاعه ولقى أخبار قصف المستشفى وإن في ضحايا كتير قوي توفوا وراحوا للي خلقهم. حس بالعار وهو كان بيغني، قعد على جنب وكانت دمعته على خده، وأول ما شافه بيومي فؤاد قاله أنا حاسس بيك ومش لوحدك يا أنور، أنا برضو مش قابل بكده، لكن الدنيا لازم تمشي، وممكن ندعم إخواتنا بحاجات زي إننا نرفع العلم على المسرح بعد ما نذيع المسرحية، وهيبقى لينا كلمة قوية، خصوصا إن في أجانب هيتفرجوا علينا وهيعرفوا إيه اللي بيحصل، ومش لازم نقاطع الفن، بس هي لقمة العيش كده مش بتيجي بالساهل. وقام محمد أنور ومسح دموعه وقال له عندك حق يا بيومي، أنا حسيت نفس إحساس محمد سلام إن مش لازم أرقص وأغني، بس فعلا لازم نعمل حاجة بعد العرض الأول لينا ونرفع علم فلسطين على المسرح علشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل هناك وقد إيه الشعب ده مظلوم ومن حقه يعيش في سلام وأمان.